اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل ما نبتدي حكاية النهاردة يا ريت تضغطوا لايك وتدعموني، لأن حكاية النهاردة حقيقية حصلت في الكويت. وحكايتنا بتبتدي بسامر اللي عنده 32 سنة ومش بيشتغل خالص، لأن وضعهم المادي كويس جدا، يعتبروا من الطبقة الغنية قوي. وطبعا هو أصغر واحد في العيلة، وبعد ما خلص دراسة فضل مقضيها سفر من بلد لبلد. وطبعا كل ما يسافر لدولة يفضل يسهر ويعمل كل حاجة تتخيلوها. وشاف من البنات أشكال وألوان كتير قوي، كانت كل بنت تعجبه لازم يجيبها ويوقعها في شباكه وياخد منها اللي هو عايزه. وكانت علاقته بالطريقة دي علاقات محرمة كتيرة قوي، وعايش حياته بالطول والعرض، سفر وعيشة وفلوس كتير، ومش حاطط في دماغه أي حاجة. بس أكيد الحرام ده نهايته بتكون وحشة قوي، زي ما حصل معاه في آخر الحكاية. المهم وقتها هو نزل البلد وراح عند أخته، لأنها كانت عازماه على الغدا وأخته متجوزة. وفعلا وقتها اتغدى معاهم، وبعد كده أخته قالت له: هو أنت إمتى بس هتتجوز يا سامر؟ يا ابني حرام عليك اللي بتعمله في نفسك ده، مفيش حاجة ناقصاك، أنت مش عايز تخطب ليه؟ وليه هتعب نفسي واخطب واتجوز ومسؤولية واولاد ويا لهوي؟ ليه كل التعب ده؟ انا كده عايش حياتي على راحتي، بلا جواز بلا نيلة. يا بختك يا عم. ايوه قول لها، خليها تفهم بدل الهم اللي انا فيه. نعم يا عمر، انت قصدك ايه؟ قصدك انك ندمان انك اتجوزتني؟ ها؟ لا لا، ابدا يا حبيبتي. هو ايه يا ابو نسب؟ انت جاي تبوظ بينا العلاقة ولا ايه؟ انت مش اتغديت؟ يلا كده اتكل على الله وروح. عندك حق، انا فعلا اتأخرت، انا لازم امشي دلوقتي عن اذنكم، لان الاولاد دلوقتي مستنيني في الاستراحة، هنسهر مع بعض زي كل ليلة. ماشي يا حبيبي، روح وانبسط، وما تنساش تزورني مرة تانية، بلاش من السنة للسنة، ها؟ فاهم يا سامر؟ وفعلا وقتها سامر ساب أخته وخرج، وهو مشي بالعربية وكان مبسوط قوي. فجأة شاف بنت واقفة عند عربيتها، والبنت شكلها مش من البلد خالص، يعني من دولة أجنبية. وراح وقف من بعيد وفضل يبص للبنت أم شعر أصفر وعيون زرق. البنت كان عليها جمال يوقع الطير. ووقتها سامر حس إن دي فرصة مناسبة قوي، بدل ما يسافر ويروح ويتعب نفسه علشان يشوف البنات، لأ، اهي بنات واجنبية كمان جات لحد عنده. وفضل يقول في نفسه: ايه القمر اللي واقف هناك ده؟ انا لازم ما اضيعش الفرصة دي من ايديا، لازم اروح اتكلم معاها واتعرف عليها، وربنا انا ام داعيها النهارده. وراح ناحيتها وفضل يسألها ويقول لها إنها لو محتاجة حاجة أو عربيتها بايظة، لأنه شايفها واقفة بقالها كتير قوي جنب العربية. وطبعا هو وقتها كان بيتكلم معاها أجنبي، واتصدم لما البنت كلمته عربي، وراحت قالت له: لا أبدا، أنا العربية بتاعتي مش بايظة ولا حاجة، أنا واقفة هنا عمالة أتفرج على البيوت اللي شكلها حلو قوي من فوق الجسر دي. نعم؟ انت عربية ومن هنا ولا ايه حكايتك؟ ولا انا شايفك يعني شكلك يقول انك اجنبية، لانك بصراحة بتعرفي تتكلمي عربي كويس قوي، مش مكسر ولا حاجة. انا اساسا من ايطاليا، بس اختي متجوزة هنا ودايما باجي علشان ازورها وقت للتاني. خلاص اتعلمت اللغة وبقيت اتكلم عربي احسن منك كمان. ده من حظ ان اختك اتجوزت في البلد اللي انا عايش فيها، ومن حظي الحلو دلوقتي ان انا قابلتك النهاردة. نعم، هو انا علشان اتكلمت معاك كلمتين عربي هتغلط وتعاكسني؟ لا يا حبيبي، على فكرة انا مش باجي كتير هنا، ورغم كده انا عارفة العادات والتقاليد، واحنا كمان عندنا في ايطاليا عارفين العادات والتقاليد كويس قوي، ومش من نوع البنات اللي كل حاجة عندهم فري، فاهم؟ ووقتها سامر سكت وحس نفسه انه اتورط قوي، وكان لازم يبقى كويس ويعرف العادات والتقاليد ويبقى محترم قدامها. وفعلا فضل يتكلم معاها، وبعد كده اخد رقم تليفونها وسابته ومشيت. والحلوة دي طلع اسمها ساندي. وفعلا سامي فضل يتكلم معاها في التليفون، ومن وقت للتاني كل يوم يعدي عليها ويتعلق بيها اكتر من الاول، ويخرجوا ويتفسحوا ويتمشوا على البحر. ومن وقت للتاني سمر اعجب بيها خالص. وفي يوم كانوا قاعدين وراح قال لها: بصي بقى يا ساندي، انا مش عارف ايه الكلام اللي هقوله ده، يا ترى هيزعلك ولا لا؟ اتكلم وقول.
انا اكتر حاجة بحبها الصراحة. قولي يا سامر، عايز تكلمني في ايه؟ بصي بقى، انا هكلمك بكل صراحة، لان انا مش عارف اخبي مشاعري اكتر من كده. انا حبيتك قوي يا ساندي، ونفسي اسمع منك اي كلمة، اي كلمة تأكد لي انك فعلا بتحبيني زي ما انا بحبك كده. هو انت لحقت يا ابني؟ دي فترة قصيرة اوي اللي اتعرفنا فيها على بعض. هو انت لحقت تحبني كده؟ طب اديني وقت خلينا نفكر علشان اعرفك اكتر. ايوه، الفترة دي انا حبيتك قوي. هو انت ما بتسمعيش عن الحب من اول نظرة ولا ايه؟ بص بقى يا سامر، طالما انت جبت لي سيرة الموضوع ده، انا كمان هكلمك بكل صراحة. انا بصراحة ماليش في الجو اني بحبك وكده. انا الحب عندي لازم نهايته تكون الجواز. لو بتحبني بجد اتجوزني. انا بتعجبني اوي طريقة العرب في حكاية ان الحب لازم ينتهي بالجواز. وقتها سامر اتورط وسكت شوية، وكان في دماغه انه يتسلى بيها يومين ويقول لها بحبك كده، ويفضل يشغلها لحد ما يطول مراده وياخد منها كل اللي هو عايزه. لكن ما توقعش ان البنت تقوله كده ولازم نهايته جواز. بس هو وقتها فضل يفكر ويقول في نفسه: انا لازم اسايرها واشوف اخرتها ايه. طالما هي عايزه جواز انا حدلها امل، بس اهم حاجه ان انا انول المراد. البنت حلوه قوي بصراحه، انا مش قادره ابعد عنها خالص ولا قادره اقاوم جمالها. فعلا وقتها فضل يتكلم معاها ويقول لها انه خلاص مستعد انه يتجوزها وينفذ كل طلباتها. وهي طبعا فرحت قوي وقالت له: يعني بتتكلم بجد يا سامر؟ انت عايز تتجوزني فعلا؟ ايوه طبعا اتجوزك. بقولك انا بحبك، وانا كمان عندي فيلا كده صغيره على قدنا، عماله اجهز فيها علشان دي هتكون عش الزوجيه بتاعنا انا وانتي. ايه رايك؟ بصراحة أنا دلوقتي مش محتاجة منك غير إنك تديني وقت علشان أتعرف عليك أكتر، وإن شاء الله مع الوقت هحبك زي ما أنت بتحبني. وعلى فكرة أنا دلوقتي معجبة بيك وبشخصيتك قوي. خلاص يا ست براحتك، وأنا مش مستعجل، معاكي من هنا لحد السنه اللي جايه. وفعلا وقتها سامر وساندي فضلوا يتعرفوا على بعض أكتر ويخرجوا مع بعض. حتى لما كانت بتسافر على إيطاليا هو كان بيسافر معاها ويقضوا الوقت مع بعض. وعدت الأيام على كده، وفي يوم سامر كان خلاص زهق ومستني الحكاية دي امتى تخلص. ووقتها فضل يفكر وهو قاعد في أوضته بالليل، فضل يفكر ويقول في نفسه: انا زهقت من البنت دي. البنت مش عايزه تدينا حتى بوسه، دي بالعافيه بتخليني امسك ايدها. انا لازم اجيب مناخيرها الارض. انا عندي الفيلا بتاعتي، هاخدها بحجه ان انا افرجها عليها، وهناك اخد منها كل اللي انا عايزه. ايوه، انا ما قداميش حل تاني غير كده. وفعلا وقتها سامر قرر انه ينفذ الخطة اللي في دماغه دي. وتاني يوم كلمها في التليفون وقال لها: يلا نخرج علشان افرجك على الفيلا بتاعتنا اللي هنتجوز فيها. وفضل يضحك عليها بكلام الحب والجواز. وفعلا هي وقتها يا عيني صدقت وقالت له: انت بتتكلم بجد يا سامر؟ انا كان نفسي اشوفها من زمان. خلاص ماشي، استناني عند اول الشارع علشان نروح مع بعض. وفعلا زي ما اتفقوا سامر أخدها بالعربية وراحوا على الفيلا وفضلت تتفرج عليها. وفجأة سامر فضل يعمل حركات غريبة قوي وهي وقتها كانت ممانعة، لكن فضل يقول لها كلام حلو وكلام عن الحب لحد ما البنت استسلمت وسلمت نفسها لسامر. ووقتها أخد منها كل اللي هو عايزه، وبعد ما خلص مشي على طول. وهي وقتها كانت فاكرة إن خلاص طالما هيتجوزها عادي يعمل فيها اللي عايزه. وبعدين هي فاهمة كويس إن الحاجات دي عندهم عادي، لكن هي اللي كانت متحفظة شوية وكانت بتحب العرب قوي وتحب تقلدهم. ومن بعد الحكاية دي وقتها ساندي كل ما ترن على سامر ما يردش عليها، ولو رد عليها يفضل يقول لها أنا مشغول ويتحجج بأي حاجة ويقول لها هكلمك وقت تاني. ووقتها ساندي حست ان خلاص هو اخد منها اللي هو عايزه، وانه من الاول نيته ما كانتش جواز ولا حاجة، لحد ما راحت له الشغل علشان تتأكد. ووقتها اتكلمت معاه وقالت له: مالك يا سامر؟ انت عمال تتهرب مني ليه؟ ولا انت خلاص اخدت كل اللي انت عايزه ودلوقتي انا ما بقتش همك وماليش لازمة خالص في حياتك؟ ها؟ لا عادي، اصل انا مشغول شويه يا ساندي. على العموم انا مش هعمل لك اي مشاكل. انا خلاص راجع على بلدي، وانت كنت اول راجل في حياتي واظن انك اتأكدت من ده، وانا مش حرمي نفسي عليك. طالما انت مش عايز
خلاص وعايز تبعد ومش عايز تتجوزني، خلاص براحتك، انا مش هغصب عليك. وفعلا بعد كده سابته ومشيت على طول. ووقتها هو فضل يفكر ويقول في نفسه: يا ريت البنات كلها زي كده يا ساندي بسهولة، اخد منها كل اللي انا عايزه وبعد كده تمشي، ولا اسهل من كده، احسن من اللي عندنا هنا. على العموم احسن اتكل على الله، انا بكده ارتحت منك. وفعلا وقتها سامر حس انه خلاص ارتاح من ساندي والزن بتاعها. وفعلا ساندي سافرت وانقطعت اخبارها لمدة شهرين، وطبعا في الشهرين دول سامر فضل يسافر ورجع يعيش حياته طبيعي زي الاول ويقضيها من واحدة لواحدة. ورغم كل ده سامر عمره ما فكر انه يتجوز وياخد كل اللي هو عايزه بس بالحلال، لا، كان بيقول خلاص كل حاجة في الجواز أنا باخدها من الحرام. ما كانش يعرف إن الحلال أحسن من اللي بيعمله ده، لكن الأيام والدنيا لازم تعلمه علشان يقف عن اللي هو بيعمله. وفعلا عدت الأيام، وبعد 3 شهور بالظبط وقتها اتفاجئ لما شاف تليفونه بيرن والمتصلة كانت ساندي عمالة ترن عليه. ووقتها فضل يقول لنفسه: خير يا رب، إيه اللي فكرها بيا دي بعد المدة الكبيرة دي؟ اما شوف عايزة ايه. الو، ازيك يا ساندي، عاملة ايه؟ الحمد لله يا سامر، انا كويسة. انا على فكرة نزلت البلد ومحتاجة ان انا اشوفك ضروري. وقتها سامر ضحك ضحكة خبيثة وفضل يقول في نفسه انه خلاص زهق من كل البنات اللي معاه، اما يجربها مرة تانية. وفعلا وقتها كلمها واتفق معاها وقال لها: خلاص تمام، اتفقنا، هنتقابل في الكافيه اللي بنتقابل فيه كل مرة. وفعلا بالليل اتقابلوا وفضلت تقوله: انا بقالي شهرين تعبانه قوي يا سامر، وما خلتش مستشفى غير وانا رحت فيها واتعالجت حتى في ايطاليا، بس انا مش عارفه انا امتى بس هخف يا ربي. ألف سلامة عليك يا سندي، ليه بس ما عملتيش تحاليل علشان تعرفي انت تعبانة من ايه؟ ومين قالك ان انا ما عملتش تحاليل؟ انا عملت تحاليل وبعد الفحوصات ونتيجة التحليل طلعت ان انا عندي الايدز. نعم. ايوه ما تستغربش، انا بقالي شهور وانا بعاني، واول ما عرفت الخبر ده وان انا عندي الايدز وقتها كنت منهارة ودخلت في حالة نفسية صعبة قوي، ما كنتش مصدقة. وبعدين اكيد انت عارف ان الايدز ده بيجي من ايه؟ من العلاقات المحرمة، وانا ما عملتش اي علاقة قبل كده مع اي راجل غيرك انت يا سامر. انت كنت اول واحد في حياتي، واكيد الايدز ده اتنقل عن طريقك، منك لله. اسمع، انا بعد ما عرفت كده فضلت ادور وراك وعرفت انك فعلا بتسافر كتير لبلد اوروبية وبلاد اسيوية كمان، وان ليك علاقات كتيرة قوي هناك، واكيد انت اللي عندك الايدز وانت اللي نقلتهولي. وقتها سامر من الصدمة والكلام اللي كانت بتقوله ساندي كان ساكت خالص مش قادر يتكلم. وقتها فضل يرجع بالذاكرة لورا وافتكر نفسه لما كان بيتعب، وقتها كان بياخد مسكنات، وافتكر انه تعب عادي، وافتكر لما عظمه كان بيوجعه. ووقتها سامر قرر انه يمشي على طول من غير ما يتكلم مع ساندي. وفعلا وقتها سابها ومشي، لكن هي وقتها سكتت لانها كانت عارفة انه في حالة صدمة. فعلا سامر كان ماشي ومش على باله اي حاجة، كان كل اللي همه انه لازم يتأكد من كلامها. وفعلا تاني يوم سامر راح على المستشفى على طول وعمل تحاليل كاملة، وفعلا طلع هو كمان مريض ايدز. وهنا اتأكد فعلا ان كلام ساندي صحيح، وان هو المرض ده انتقله من كتر العلاقات المحرمة اللي كان بيعملها في بلاد كتيرة قوي. ووقتها فضل منهار ودخل في حالة نفسية صعبة، وكان قافل على نفسه الأوضة وفضل يعيط وحس انه خلاص الدنيا دي راحت منه، وحس انه كلها ايام وخلاص هيفارق الدنيا من كتر الهم اللي بقى فيه. وقتها كانت بتجيله هلاوس كتيرة قوي، ولكن مع الوقت فكر انه مش هينفع يتجوز خالص ومش هينفع يتجوز اي حد غير ساندي. ووقتها فعلا قرر انه يتجوزها، وفعلا رن عليها وقال لها: اسمع يا ساندي، انا اتاكدت من كلامك وفعلا عملت تحاليل وطلع ان انا عندي الايدز، بس انا ما قداميش حل دلوقتي غيرك انتي. انا بجد نيتي في الاول كانت ان انا العب عليكي، لكن دلوقتي خلاص خلينا نتجوز ونستر على بعض. ووقتها ساندي كانت مبسوطة قوي وفضلت تفكر، أما سامر كان بيفكر إن أكيد ساندي هترفض العرض ده، ولكن العكس. وقتها اتصدم لما ساندي ردت عليه وقالت له:
انا ما عنديش مانع، انا موافقة ان انا اتجوزك، وعندك حق. احنا الاتنين ظروفنا زي بعض دلوقتي، ونقدر نتحمل بعض ونفهم اوجاع بعض كويس قوي. خلاص يا سامر، هات اهلك وتعالوا عند اختي، وانا موافقة على الجواز. وفعلا وقتها سامر اطمن شوية، وتاني يوم قعد مع والده وفضل يتكلم معاه انه عايز يخطب ويتجوز بنت ايطالية. ووقتها في الاول والده كان ممانع خالص، وفضل يقوله عايز تتجوز واحدة أجنبية ليه يا ابني؟ عندك بنت عمك بنت محترمة وكويسة، ليه تتجوز واحدة ما نعرفش أصلها من فصلها؟ أنا خلاص يا بابا قررت إن أنا أتجوز، وبعدين صدقني البنت كويسة وأخلاقها تمام، أنا متأكد من ده. وبعدين يا بابا أنا خلاص قررت. خلاص يا ابني انت حر، طالما انت قررت انا مش هتدخل في حياتك خالص. اعمل اللي انت عايزه يا سامر، اهم حاجة انك تتجوز واشوف احفادي. يا راجل ده انا بقالي كتير عمالة ازن عليك على الجواز وانت كنت رافض الموضوع خالص. خلاص ماشي يا بابا، انا الفيلا بتاعتي متشطبة، ان شاء الله هاخد عروستي ونسكن هناك. وطبعا وقتها والده سكت، ما كانش عايز يفضل يزن عليه ويمنع الجوازة، كان بيقول خليه يتجوز طالما حب البنت. وفعلا وقتها والده كان نفسه ومنى عينه ان سامر يجيب مراته ويعيش معاه في بيت العيلة، ولكن والده ما يقدرش يقول لده لسامر، كان سايب ابنه على راحته خالص. وفعلا عدت الأيام، راحوا خطبوا ساندي. وبعد الخطوبة ساندي كانت بتتكلم مع سامر في التليفون، وراحت قالت له اسمع يا سامر، أنا بصراحة بحب جو العيلة والأسرة وكده. أنا حابة إننا نعيش مع والدك في الفيلا بتاعتكو، ناخد جناح كده خاص بينا أنا وإنت. نعم. ايوه ما تستغربش، انا اللي بطلب منك كده. هو انا شفت اهلك في الخطوبة وباين عليهم انهم ناس محترمين قوي، وبعدين البيت والفيلا كبيرة قوي، وبعدين هي ما فيهاش اي حد غير اختك اللي متجوزة وعايشة مع والدتك ووالدك وبس. يعني احنا هنروح نعيش لوحدنا ليه؟ خلينا نعيش معاهم. فعلا وقتها سامر كان مصدوم من طلب ساندي، وكان بيفكر انها هتمانع، لكن هي اصرت عليه انها لازم تعيش معاهم في بيت العيلة. وفعلا عدت الايام وتمت الجوازة، والاتنين فضلوا عايشين مع والده ووالدته في الفيلا الكبيرة. وسامر طبعا وقتها كان حاسس ان ساندي مش هتطول كتير وهتطلب انها تعيش لوحدها، ولكن طلع العكس. ساندي كان الكل بيحبها، حتى وقتها سامر كان مستغرب لانها كانت بتعامل كل اللي في البيت، حتى جوز اخته كانت بتعاملهم كويس قوي. وام سامر كانت مبسوطة منها. وفي يوم كانت قاعدة مع والده وبتقوله البيت طلعت اخلاقها حلوة قوي ودخلت قلبي، ده انا كل ما اطلب منها حاجة تقول لي حاضر يا ماما، ما بتقولش غير كده. وانا اللي فاكرة انها اجنبية ومش هيعجبها عاداتنا وتقاليدنا. لا يا ابو سامر، البنت طلعت ما شاء الله عليها، وانا بصراحة مبسوطة منها قوي. عندك حق. وبعدين البنت حلوة قوي، بصراحة أنا أول مرة أشوف الجمال ده. نعم يا اخويا، ما تخلي عندك دم، انت هتعكسها قدامي ولا ايه؟ لا ما قصدش حاجة يا ام سامر، الله. وبعدين ما خلاص يا ستي يا عجوزة يا كركوبة، انت كبرت على الحاجات والحركات دي. فعلا وقتها ساندي كانت عندها حركات غريبة قوي، كانت دايما بتحاول تقرب من حماها، وفضلت تتكلم معاه كتير قوي وتقعد معاها بالساعات. ووقتها حماتها كانت مستغربة قوي الحكاية دي، لكن عدت الموضوع. ولكن ساندي وقتها كان في دماغها خطة خبيثة قوي. في يوم كانت قاعدة مع حماها زي العادة في الجنينة، وكانوا بيتكلموا عن المساج وكده. ووقتها هي قالت له عارف يا عمي، انا في ايطاليا كنت بشتغل في مركز تجميل كبير قوي، وكان عندهم قسم للمساج، بس ايه حاجة كده فاخر من الاخر. وقتها ساندي فضلت تكلم حماها عن اهمية المساج وانه قد ايه بيريح البني ادم. وفعلا وقتها حماها من كتر الكلام اقتنع، وفضلت تعمل له جلسات مساج في البيت، ومرة ورا مرة فضلت تعمل له حركات علشان تغريه. وفعلا وقتها حماها وقع معاها في المحظور، وحصلت بينهم علاقة محرمة. وعدت الأيام، وبعد شهرين وقتها ساندي قعدت مع سامر، ومن غير أي مقدمات طلبت من سامر جوزها إنه لازم يطلقها. وهو وقتها قال لها نعم. ايه اللي بتقوليه ده؟ ايه في حد ضايقك ولا حاجة يا ساندي في البيت هنا؟ لا مفيش، بس انا زهقت من العيشة هنا وزهقت منك انت خصوصا. وبعدين انا قررت ان انا اكمل حياتي في ايطاليا، خلاص يا اخي مش عايزة اعيش هنا.
بس انا بجد المرة دي حبيتك قوي يا ساندي. انا ما اقدرش اعيش من غيرك. طلاق ايه؟ انا مستعد ان انا اظبط لك الفيلا الصغيرة بتاعتنا ونعيش فيها انا وانت بس. تظبط ايه وفيلة ايه؟ بقولك انا مش عايزة اعيش هنا، هو انت ما بتفهمش؟ انا مش عايزة اعيش هنا خلاص يا اخي. انا رايحة احضر شنطتي واروح عند اختي، ويا ريت قبل ما اسافر ورقة طلاق تكون عندي. فعلا وقتها سامر كان مصدوم أوي من كلامها، وفعلا ساندي كانت مصممة على الطلاق وفضلت تتخانق مع سامر. وفعلا سامر المرة دي كان بيحبها قوي وتعلق بيها، كان مش قادر يبعد عنها. وقبل ما تمشي فضل يترجاها انها تفضل قاعدة معاه، ولكن هي كانت مصممة. وفعلا راحت عند اختها، وبعد ايام طلقها سامر. واول ما راحت على ايطاليا كلمته من هناك وقالت له: ازيك يا سامر، عامل ايه؟ ويا ترى باباك المحترم اخباره ايه؟ كويس ولا تعبان؟ اهلا يا ساندي، انا كويس، وكويس انك افتكرتيني وبتسألي على بابا. ثواني، هو انت عرفت من فين بابا تعبان؟ لان هو دلوقتي في المستشفى. اكيد تعبان بعد اللي انا عملته فيه. نعم؟ هو انت عملت فيه ايه؟ انا مش فاهم حاجة من كلامك ده. وضح يا ساندي، انت عملت ايه في بابا؟ انا خليت باباك يقع في حبي، ومش بس كده، انا خليته كمان يقع في شباكي، وحصل بينا علاقة. ايوه ايوه، زي اللي بتفكر فيها دلوقتي. نعم؟ انت اتجننت يا ساندي ولا ايه؟ انت ازاي تعملي كده؟ بالراحة على نفسك، هو انت هتشطر عليا انا؟ روح كلم والدك المحترم، ايه اللي عامل فيها راجل سيد الرجالة. ده ما خدش في ايديا غلوة وجه معايا بكل سهولة. وانا سمعت ان هو دلوقتي تعبان في المستشفى، واكيد زي ما انت فاهم يا سامر، اكيد هو دلوقتي عنده الايدز، وانا اللي عملت فيه كده. ومش بس كده، خد الكبيرة عندك، انا كمان عملت علاقة مع جوز اختك واخوك الكبير، وهم كلهم دلوقتي اكيد جالهم الايدز. وانا بكده خلاص ارتحت، وحسيت ان انا خلاص اخدت حقي منك وانتقمت منك على كل اللي عملته فيا. انت اللي جبتلي الايدز، وانا دلوقتي خليت عيلتك كلها عندها الايدز. هتبقوا عيلة كده منبوذة وسط الناس كلها. بصراحة تستاهلوا. وابقى سلملي على بابا وقوله سندي بتقولك الف سلام عليك. يلا سلام. وفعلا بعد كده ساندي قفلت في وشه السكة. ووقتها سامر ما كانش مصدق اللي بيسمعه، كان مصدوم. بقى باباه الراجل المحترم يعمل كده ويغلط مع ساندي؟ ويا ريتها جت على باباه كمان، اخوه وجوز اخته. وفعلا وقتها جمع العيلة كلها وحكى لهم على كل حاجة واللي قالته ساندي. ووقتها الكل كان مصدوم، ومش مصدومين بس، دول كانوا مرعوبين، والكل كان خايف. وفعلا أول ما مامته راحت حللت اكتشفت إن عندها الإيدز. طبعا اتنقل لها عن طريق جوزها اللي هو والد سامر، اللي فعلا بعد التحاليل طلع عنده الإيدز. ومش بس كده، جوز أخته طلع عنده، وأخته كمان اتنقل لها عن طريق جوزها اللي مشي وراه هواه وعمل علاقة محرمة مع ساندي. حتى أخوه الكبير ومراته وقتها كلهم طلع عندهم المرض ده. وقتها ساندي كانت مبسوطة قوي، وحست ان قد ايه انتقمت من سامر اللي عمل فيها كده. وقتها سامر ما كانش قادر يواجه عيلته بكل ده، وساب البلد وساب عيلته وهاجر لبره البلد، وفضل عايش هناك. بس عايش ايه؟ عايش عيشة من غير قلب، وحاسس ان هو السبب في كل اللي حصل لهم. وفعلا هو كان السبب، لانه كان دايما واخد الدنيا على هواه وبيروح للمحرمات اللي ربنا حرمها. لان احنا سبحان الله ربنا حاطط لنا منهج كده، لو بعدنا عنه ندمر نفسنا. عاملين كده زي الانسان الآلي، اول ما بنبعد عن منهج ربنا لازم ندمر نفسنا بنفسنا. فعلشان كده يا جماعة لازم نتقي ربنا في كل حاجة، في الصغيرة قبل الكبيرة. وأكيد ربنا منع عنا الحاجة دي علشان هي أذى لينا، وزي ما شفنا مع سامر ونهايته اللي فعلا توجع القلب. فعلا ربنا ما بيظلمش حد، الإنسان هو اللي بيظلم نفسه من كتر الذنوب اللي بيعملها. علشان كده دايما لازم نستغفر ربنا في كل ثانية، في كل نفس بيخرج مننا، علشان ربنا مستحيل يعذبنا واحنا بنستغفر وبس. ودي كانت حكاية النهاردة، ويا ريت تكتبولي رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة. وأشوفكم في حكاية جديدة، مع السلامة.